السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جاي لكم بروتين تنظيف الحمام. انا بستعمل دهب بصراحة عم يخلي الحواض والحمام وكله، يعني بصراحة ما ينظف، بس مش بغسل دايما، يعني مرتين في الشهر، والباقي بغسله بالاريال والبريل والبرسيليجين، يعني الموجود المهم اغسل الحمام وخلاص، لكن بحطه في الشهر ضريان من ده. انا رشيته، بقول لكم رشيته وسبته شوية، يعني بالظبط 10 دقايق سبت فيه الحمام. منظف حلو خالص وبيسلك برضو الاحواض، وعم ينظف برضو البلاعة بصراحة. هبتدي اغسل الحمام، بس مش هغسله كله برضو لحد ما ايد طول الحمام. اهم حاجة يا جماعة ما تنسونيش باللايك والتعليق والاشتراك. صلوا على النبي يا جماعة عليه افضل الصلاة والسلام. انا بقول لكم رشيته وسبته 10 دقايق، ورجعت جبت معي الليفة اللي هغسل بها وحطيت اريال. حطيت الاريال على الليفة، وهبتدي اغسل الحنفية الاول. اهم حاجة في الحمام انا بغسل الحنفيات كلها في الاول، وبعد كده عم اغسل براحتي عاد الحوض. امسك الحنفية في الاول اغسلها حلو، وبعد كده بغسلها برضو. لو في صابون برضو بتاع الوش فاض بحطه برضو في السلكية بتاعتي. يعني مش تحت شرط اريال بس، لا، الموجود عندك تغسلي بيه. اهم حاجة يبقى الحمام نظيف. شايفين بعمل برضو تحت الدش كلها للاخر، حنفية الدش كلها. بعد كده هرجع اغسل الحوض من ورا، يعني الركبة بتاعته. بس بصراحة مش بخليها غير لما تلمع، مش بسيبها غير لما تلمع بصراحة. واول ما بلاقي المية طرطشت عليها بصراحة برجع يعني اغسلها تاني. هبتدي اشطف برضو الحيطة اللي هغسلها، لازم اشطفها على طول بول بول. غسلت برضو الحيطة اللي فوق الدش على طول، دي اللي فوق الحنفية. رجعت عاد خلصت وبغسل الحيطة اللي ورا الدش على طول. برضو بعد ما هغسلها حلو بالمية والصابون والليفة هشطف على طول ورايا، لان ما تسيبيه شوية عما يبقى بيلزق في السيراميك. اهم حاجة متنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شايفة الحنفية بتلمح كده. صلوا على النبي يا جماعة عليها افضل الصلاة والسلام. شايفة، وبرضو خدت الحيطة كلها اللي عند الدش. دلوقتي هروح على الناحية اللي فيها السفوان، ده المطهر اللي انا بشتريه، وده الدوني. كله دوت هغسله واحطه برضو على الحوض اللي انا غسلته.
برضو دي هغسلها، وهغسل برضو الورد اللي انا حطاه، والصبانة برضو هغسلها. انا جلحت الشبشب لانه كنت هزحلك بصراحة. دلوقتي بغسل اللي بحط فيها الصابون، الصبانة. كل ما بغسل الحمام لازم اغسلها. بصراحة نفعاني. الاول كنت بحط الصابون الجاي يتباري برضو على الحوض. الاولاد طبعا ما فيش اهتمام، اللي يدخل يغسل ايده ويسيبها جوا الحوض. شايفين؟ هبتدي دلوقتي اغسل الصفون، اكب الاريال بتاعي، واغسل برضو الصفون كده من فوق. غسلت الورد اهي الاول، ما اقول لكم غسلتها حلو. وانا كب الاريال على الصفون كده. طبعا بتاع الانابيب ده لازم يعدي. اهم حاجة نظافة الحمام، ده اهم حاجة. الحيطة برضو اللي هي ورا السيفون على طول برضو خدتها وغسلتها، وبعدين ابتديت اشطفها. شايفين الحنفية بتلمع. كل اللي غسلته عادي هحطه على السيفون تاني، هحطه بكانه. كده برضو هحط ده بصراحة ريحته حلوة عما يطهر البقاء. وادي الدوني، لان كل يوم برضو مش لازم يعني بالسلكية، كل يوم لازم اعمل الحمام، بكب في الارض كده وعلى قاعدية الحمام. شايفين؟ احط الصبانة بقانها، وانا طبعا غسلت الحمام براحتي، ما غسلتوش مع الكاميرا. وبشطف الحنفية حلو. شايفين؟ بتلمع الحنفية. شايفين؟ وانا هشطف عادي الحمام. اخر مرة انا كبيت برضو مطهر في الحمام وفتحت السيفون عليه. هبتدي عادي اشطفه وهمسحه بالمساحة وبعد كده بالشرشوبة. كده خلصت الحمام. يدوبك هجره كده بالمساحة. خليت الحمام بيلمع. اهم حاجة نظافة الحمام بصراحة. شايفين؟ واهم حاجة ما تنسوش مريم بالتعليق اللي بيفرح.
صلوا على النبي يا جماعة عليها أفضل الصلاة والسلام. كده أنا عم أنشفه. معكم مريم، هتنهي الفيديو. ما تنسوش اللايك والاشتراك، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.